السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معاكم باشمهندس مصطفى، فريلانسر في مجال ال Natural Language Processing. وده يعتبر إن شاء الله أول فيديو في القناة بتاعتنا أو في المحتوى بتاعنا. تمام. إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم حاجات كتير عن ال OpenAI. هنعرف يعني إيه ال GPT. تمام. وهنعرف إزاي نستخدمه من غير كود، how to use it without code. وهنعرف يعني ايه sentiment analysis وازاي نعمل sentiment analysis او تحليل مشاعر. هنعرف يعني ايه named entity recognition. تمام. وهنعرف مصطلحات كويسة وهو يعني ايه zero shot learning و few shot learning، ونعرف يعني ايه prompt. مبدئيا كده يعني ايه الجي بي تي. الجي بي تي هو عبارة عن حاجة اسمها generative pre-trained model. generative يعني هو بيولد لك نصوص. تمام. يعني بيولد نصوص زي الردود اللي يقدر الانسان يطلعها بالظبط او يتعامل بيها في نفس الموقف. بري تريند معنى كده ان هو اتدرب على كميه داتا كبيره جدا يقدر من خلالها يخرج النص اللي احنا محتاجينه. تمام. ده معنى جنريتيف بري تريند موديل. طبعا الجي بي تي منه نسخ، يعني في منه الجي بي تي 3.5 تيربو وفي منه الجي بي تي 4. تمام. وده كده الجي بي تي 4. وهنا بيقول لك ان ده احدث موديل عندهم، يعني في الاوبن اي اي احدث موديل عندهم هو الجي بي تي 4. طبعا ده امكانياته رهيبه جدا طبعا في كل اللغات، وهنا بيقول لك الامكانيات بتاعته، ودي مقارنه بين الجي بي تي 3 والجي بي تي 4. اللي بالازرق ده الجي بي تي 3 واللي بالاخضر ده الامكانيات بتاع الجي بي تي 4. تمام. وهنا الامكانيات في اللغات طبعا، يعني هنا مثلا في اللغه العربيه الدقه بتاعته حوالي 80%، فنسبه عاليه جدا طبعا. وطبعا ده انت هتختبره بنفسك وهتشوف قوه الموديل قد ايه. تمام. وهنا بيقول لك الفيجوال انبوت بتدخل له انبوت كتير جدا طبعا، ويقدر يطلع لك، يقدر يعمل له بروسيس للانبوت ده ويطلع لك اوتبوت مناسب طبعا. وان شاء الله هنبدا بقى ايه، نعمل الاكونت بتاعنا او نخش ازاي على الاوبن اي اي. هنبدا من الصفر طبعا. تمام. عشان يعني ما يقعش منك حاجه او تكون معانا في الصوره يعني. تمام. دي اول شاشه المفروض هتجيلك يعني. ممكن مثلا تكريت اكونت تعمل ساين اب، او ممكن تعمل كونتينيو ويز جوجل. انا هخش باكونت الجوجل بتاعي. تمام. وبعد كده اختار الحساب. تمام. كده دي اول واجهه هتظهر لك اول ما تفتح الاكونت بتاعك. تمام. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن الواجهه ديت في الفيديو اللي فات، وعرفنا ان في حاجه اسمها تكست جنريشن وامبيدنج والكلام ده. طبعا هنتعرض للكلام ده كله او هنتعامل مع الكلام ده كله في المشاريع بتاعتنا. تمام. وزي ما قلت لك هنا ممكن اديك لمحه بسيطه عن المودلز. زي ما قلت عندنا هنا في الجي بي تي 4 والجي بي تي 4 تيربو. دي كده اسماء المودلز اللي انت ممكن تستخدمها في المشاريع بتاعتك. الفرق بينهم بيكون حاجات بسيطه طبعا. تمام. بس يعني يفضل انت تكون عارف كل موديل ده بيعمل ايه بالظبط. تمام. ده كده انواع الجي بي تي 4 خلصت. نخش هنا على الجي بي تي 3.5 تيربو. تمام. نفس الكلام في منه انواع، وده بيقول لك هنا ده احدث موديل عندهم، ده الابديتد. تمام. وهنا بيقول لك الموديل ده الكونتكست ويندو، يعني يقدر يتقبل تكست قد ايه داخله. تمام. هنا بيقول لك 128,000 توكن، يعني حوالي التوكن ده هو تقسيم الجمله. يعني مثلا احمد يذهب الى المدرسه، احمد ده توكن، يذهب توكن، الى توكن، المدرسه توكن. بنقسم الكلمات اللي في الجمله الى توكنز او كلمات، فهي دي مقصود بكلمه توكنز يعني. تمام. فممكن مثلا ال 128,000 توكن دول يرسوا في الاخر على 100,000 كلمه مثلا، لو هنحسبها بالكلمات يعني. فده رقم كبير جدا طبعا انت تدخله 100,000 كلمه كانبوت، فدي حاجه عظيمه. تمام. ممكن تدخله كتاب مثلا او كتابين فهيفهم يعني. بيقول لك هنا التريننج داتا بتاعته اب تو ديسمبر 2023، يعني يعني اخر الداتا اللي هو عارفها او متدرب عليها لحد ديسمبر 2023. اللي حصل بعد كده هو ما يعرفش عنه حاجه. يعني لو جيت سالته مثلا على يناير 2024 هو مش هيبقى فاهم ايه اللي حصل في التاريخ ده او ايه اللي حصل في الوقت ده يعني. تمام. ده كده بالنسبه للجي بي تي 4. وهنا الجي بي تي 3.5 نفس الكلام، بس هنا طبعا الموديل بتكون امكانياته محدوده شويه او اقل شويه. هنا بيقول لك ان التوكنز حوالي 16,000 توكن، وهنا اب تو سبتمبر 2021، يعني اخر الداتا اللي متدرب عليها لحد 2021. تمام. وهنا ده الاي ده الخاص بيه ان هو بيتعامل مع الصور وهكذا يعني. بيقول لك ان انت ممكن تعمل تجنريت ايمجز فروم ديسكريبشن ان ناتشورال لانجويج بروسيس، يعني انت ممكن تديله كلمات او تديله
كلام بالانجلش، وهو يولد لك صور مناسبه للنص اللي انت دخلته ده. تمام. وهنا ده كده الموديل الخاص بالتكست تو سبيتش. تمام. عندهم 2 موديلز، يعني هو انت بتدخل له التكست هو بيحوله لصوت. في منه في الاوبن اي اي موفره 6 اصوات تقريبا، منهم مثلا صوت ذكر، صوت انثى، صوت تخين، صوت رفيع، وهكذا. يعني بتديك ايه امكانيه يعني ان انت تغير في الاصوات براحتك. تمام. في منها 2 موديل. الموديل ده الكواليتي بتاعته عاليه. تمام. وده الموديل اللي بيهتم بالسرعه، يعني بيطلع لك الصوت بسرعه يعني. تمام. ده موديل الويسبر الخاص ب السبيتش تو تكست، يعني انت بتديله الصوت او ملف الصوت وهو بيحول لك بقى اللي موجود في ملف الصوت ده لتكست. تقدر تعمل له ترانسكريبشن او تعمل اي حاجه بالتكست ده. لو مثلا صوت مثلا فيديو على اليوتيوب، تقدر تعمل له بالويسبر ده بالموديل بتاعنا، تقدر تاخد الصوت وتحوله لتكست، تعرف الكلام المكتوب يعني. تمام. ده كده برضو في حاجه اسمها الامبيدنج. الموديل بتاع الامبيدنج، يعني ايه امبيدنج برضو هنتعرض للكلام ده بعدين. بس فيما معناه الامبيدنج هو ان احنا بنحول الجمله بتاعتنا لشويه ارقام، numerical representation، يعني ارقام بتدل على معنى الجمله، ويروح يخزنها في مكان معين، بحيث ان انا بعد كده لما اجي ادور على الجمله دي بدور عنها بالارقام مش بالكلام. فيعني هو بيحول الجمله ارقام ويخزنها في مكان معين، وبعد كده لما يجي يبحث عن الجمله دي بيبحث عنها بالارقام، فبالتالي الموضوع بيكون اسهل له. تمام. بعد كده عندنا هنا حاجه اسمها المودريشن، يعني بيتحكم طبعا في الانبوت اللي داخل او في الاوتبوت، الردود بتاعه الموديل. مثلا الهيت مثلا ما ينفعش يكون فيه كراهيه، السيكشوال الفايلنس ما ينفعش يكون فيه كلام يدل على العنف يعني، وهكذا. انت كده بتتحكم في الموديل بتاعك يعني. تمام. وبس ده كده يعني نبذه بسيطه عن الموديلز اللي موجوده في الاوبن اي اي واليوز كيسز اللي ممكن تستخدمها. تمام. في طبعا هنا تكست جنريشن وايمج جنريشن والتكست سبيتش، كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله يعني. بس الحاجه المهمه اللي انا عاوز اتكلم عنها، او ان احنا نبدا بقى نتعامل في الفريم ورك بتاعتنا. اول حاجه احنا عرفنا يعني ايه الجي بي تي، ندخل بقى في البلاي جراوند بتاعتنا عشان نعرف ازاي نستخدمه من غير كود. تمام. مبدئيا كده هتلاقي عندك شويه اختيارات في الجنب هنا. هتلاقي هنا عندك البلاي جراوند، وهنا الاسيستنت، وهنا الفاين تيون، والستورج، واليوسج، والاي بي اي كي. مبدئيا كده اول ما بتعمل اكونت يفضل ان انت تدخل تعمل اي بي اي كي. تمام. ده مبدئيا يعني، لان الاي بي اي كي ده خاص، يعني كل اكونت له اي بي اي خاص بيه. والاكونت المفروض اول ما انت بتعمله، اول ما بتسجل دخول يعني باكونت جديد، في الحاله دي شركه اوبن اي اي بتديك $5 مجاني، المفروض تجرب بيهم وتتعامل بالموديل بقى وتجرب الموديل يعني، وتشوف الامكانيات والردود بتاعته كاي بي اي يعني كشغل برمجه يعني. تمام. فهي بتديك $5 طبعا، بتستخدمهم بس في حدود الجي بي تي 3.5، يعني اللي هو الموديل المتوسط بتاعه. فلنفرض مثلا انت عاوز تستخدم الجي بي تي 4، في الحاله دي انت هتحتاج تعمل ابجريد للاكونت بتاعك او تطور الاكونت بتاعك، وهتشحن $5 على الاقل في الاكونت. تمام. عشان تقدر تستخدم الجي بي تي 4 بعد كده يعني. طبعا هنا اول ما بتدخل بتعمل سيكريت كي. ده السيكريت كي يعني خاص بالاكونت بتاعك. تمام. هتعمل هنا كرييت نيو سيكريت كي، وممكن تسميه اي اسم مثلا، تسميه مثلا اي اسم تيست 2 مثلا، وتعمل كرييت سيكريت كي. تمام. ماشي. بيطلب مني بازل، بيقول اتجاه الصندوق فين. ماشي. سبميت. طيب هنا عمل لي السيكريت كي بتاعي. تمام. المفروض انت بقى بتعمل ايه؟ بتاخد السيكريت كي ده كوبي. تمام. وتخبيه في مكان او تحطه مثلا في ملف تكست عندك، بتعمل خلاص ده انت كده عملت له كوبي. تيجي مثلا هنا في الديسك توب او حاجه مثلا، تعمل هنا نيو مثلا تكست. تمام. وتحط هنا مثلا او تحفظ الاي بي اي كي بتاعك. تمام. بس طبعا يعني انا مش محتاج السيكريت كي دلوقتي، لان انا اصلا اوريدي معايا السيكريت كي بتاعي. تمام. فانا ممكن امسح ده اللي هو تيست 2 اللي احنا عملناه ده، مش محتاجينه. تمام. فانا يعني دلوقتي بديلك الخطوات يعني المفروض تعمل ايه. تمام. ده كده انت عملت الاي بي اي كي بتاعك، وهنا ممكن تتابع اليوسج بتاعك او الاستخدام بتاعك في الموديل. تمام. تشوف انت استهلكت قد ايه وصرفت قد ايه. تمام. بعد كده نخش بقى على الحاجات المهمه اللي احنا عاوزين نتكلم عنها، البلاي جراوند. البلاي جراوند ده هو يعتبر المكان اللي انت بتختبر فيه الموديل بتاعك قبل ما تستخدمه، او بتشوفه هيكون مناسب للابلكيشن بتاعك ازاي وتظبطه على حسب دماغك
قبل ما تستخدم. تمام، يعني هو ده المكان اللي بنجرب فيه. في عندك هنا الاسيستنت ده حاجه متطوره شويه من اوبن اي اي. تمام، هو لسه يعتبر بيتا او يعتبر تجريبي، يعني لسه ما اعتمدوش عليه بنسبه 100%، بس هو موجود والناس بتستخدمه يعني. تمام، في هنا كومبير، ده لو انت عاوز تقارن اتنين موديل ببعض وتشوف الاجابات بتاعتهم عامله ازاي. وفي عندك هنا الكومبليشن، وده له حاله خاصه له، بس يعني ده يعتبر ايه، حاجه قديمه من الاوبن اي اي. تمام، بس يعني يعتبر احدث حاجه هو الشات والاسيستنت. فاحنا يعتبر في معظم شغلنا او في كل شغلنا هنستخدم الشات. تمام، يعني ايه بقى الشات ده او بنتعامل معاه ازاي؟ هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها سيستم، تمام، وهنا حاجه اسمها يوزر، وهنا اد مسج، وهكذا. وفي عندك شويه بارامترز على اليمين كده تقدر تستخدمها، وهنغير فيها وهنشوف كل حاجه خاصه بايه دلوقتي. اول حاجه عندك هنا السيستم. السيستم ده يعتبر المكان اللي انت بتدي التعليمات فيه. يعني ايه؟ يعني بتقول للموديل انت مطلوب منك ايه بالظبط، المفروض انا متوقع منك ايه، التعليمات او الانستراكشنز اللي انا بديها للموديل، نقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. فهو هنا مثلا مديك مثال، بيقول لك مثلا يو ار ا هيلفول اسيستنت. براحتك عادي، احنا ممكن نغير الكلام ده. نقول له مثلا انت مطلوب منك ان انت تعلم الناس اللغه الانجليزيه مثلا، مطلوب منك تعلم الشخص اللي هيتعامل معاك الرياضيات مثلا، وهكذا. يعني انت بتقول له التعليمات اللي هي مطلوبه منه. طبعا كلام بالانجلش عادي، يعني الموضوع مش صعب خالص. وهنا ده اليوزر، وهنا ممكن تعمل اد مسج. فانا برضه هجرب معاكم او هوريكم مثلا انا اقصد ايه. هقول له مثلا يور جوب، هقول له مثلا your job is to write جوكس مثلا، ان انت تقول نكت. فهنا ده كده انا يعتبر في السيستم بقول له او بحدد له المطلوب منه ايه، your job is to write jokes. تمام، وهقول له هنا مثلا في اليوزر كانبوت بقى، انا ممكن ادخل له رساله كانبوت. هقول له هنا write a small joke. تمام، واعمل هنا submit وتشوف الاجابه بتاعته. تمام، في الحاله دي بقى ايه، قال لي هنا الاسيستنت ظهر لي رساله جديده اسمها الاسيستنت، قال لي شور هير جوك فور يو، واداني هنا بقى ايه، اي نكته. تمام يعني. فهنا ده كده اليوزر، ده كده السؤال او الانبوت اللي انا دخلته، وده كده الاجابه بتاع الاسيستنت او الاجابه بتاع الموديل اللي انا دخلتها. طبعا اقدر اعدل في الاجابات هنا براحتي زي ما انا عاوز. في الحاله دي يعتبر بقى اسمها ايه، في الحاله دي يعتبر اسمها زيرو شوت. لا، اسمها زيرو شوت ليرنينج. يعني ايه زيرو شوت ليرنينج؟ هو ان انا بديله تعليمات من غير ما اديله مثال. يعني انا اديته تعليمات وسبته براحته، يطلع الاجابه زي ما هو عاوز. قلت له هنا اعمل لي نكته بايا كان بقى الطريقه اللي انت هتقولها، او ايا كان النكته اللي انت هتطلعها. انا ما حددتلوش امثله يمشي عليها. انا كل الفكره ان انا قلت له تعليمات your job is to write jokes. تمام، ممكن برضو ناخد مثال تاني يوضح الدنيا اكتر. نمسح مثلا الامثله دي، نمسح الكلام ده كده، ونقول له مثلا هنا رايت. نفهم بقى يعني ايه sentiment analysis، اللي هو تحليل المشاعر. يعني انا يعتبر بدخل له جمله، بقول له شوف لي الجمله دي هل هي ايجابيه بوزيتيف ولا سلبيه نيجاتيف. هقول له هنا مثلا رايت ذا sentiment for the following text. تمام، يعني اكتب لي السنتمنت او المشاعر بتاع الجمله اللي انا هدخلها لك. اقول له مثلا هنا ايه، اي هيت مثلا، اي هيت مثلا فوتبول مثلا، وهعمل سبميت. هشوف هنا هيطلعها لي مثلا هي بوزيتيف، ولا في الحاله دي طلعها لي انها نيجاتيف. مظبوط، فيعني التحليل بتاعه كويس، طلعها نيجاتيف. ممكن مثلا اديله انبوت تاني، اقول له هنا اد مسج، وهيبقى هنا لليوزر طبعا اكني بديله سؤال تاني. اقول له هنا مثلا love I love مثلا ايه my school. I love my school، واعمل سبميت. هيطلع لي هنا رساله من الاسيستنت ويقول له بوزيتيف. مظبوط، فيعني هو كده في تحليل المشاعر او في الاختبار اللي احنا عملنا له، في الحاله دي
نجح في الاختبار. تمام، ده كده عرفنا يعني ايه sentiment analysis، يعني هو بيحلل المشاعر، بيشوف الجمله اللي داخله دي بوزيتيف ولا نيجاتيف. وممكن برضو نحط له لو هي متعادله، يعني لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف، في الحاله دي برضو احنا ممكن نتحكم في الحاجات دي براحتنا يعني. تمام، فده كده المقصود بالجمله دي make sentiment analysis، او نعرف نعمل تحليل مشاعر. طبعا ده ممكن نعمله في الحاله دي احنا ممكن نعمل بروجكت اصلا او ابلكيشن بيعمل مجرد بس تحليل مشاعر. احنا ممكن نستخدم الابلكيشن ده في ايه؟ لو شخص مثلا عنده ريفيوهات كتير مثلا عن مطعم او اي براند مثلا، ففي الحاله دي مش هيفضل مثلا يبص على كل ريفيو ويشوف مثلا هل الريفيو ده ايجابي ولا سلبي وهكذا، لا ممكن يعمل مثلا ابلكيشن بالاي اي يدخل له الانبوت او يدخل له الريفيو بتاعه كانبوت. وفي الحاله دي الاي اي على طول هو بيجنريت الانسر له، او هو بيطلع له هل الجمله اللي داخله له دي ايجابيه مثلا عن المطعم ولا سلبيه. لا في الحاله ديت بيقدر يحدد بقى هل الريفيوهات كلها ايجابيه ولا سلبيه، فين نقاط الضعف في نقاط القوه وهكذا. يعني دي فكره من ضمن الافكار مثلا او من ضمن المشاريع اللي ممكن نشتغل عليها. تمام، فدي كده البدايه اللي احنا ممكن نهيئ بيها نفسنا. احنا بس كل ده بنختبر في البلاي جراوند بتاعتنا، احنا كل ده لسه ما كتبناش كود. الكود ان شاء الله سهل وبسيط يعني. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدا نتكلم عن الكود وازاي نربطه بالابلكيشن والفيجوال ستوديو والجوجل كولاب بتاعنا. طيب في الحاله دي احنا عرفنا يعني ايه سنتمنت اناليسيس. نخش على الجمله الثانيه اللي هي نيم انتيتي ريكوجنيشن. يعني ايه نيم انتيتي ريكوجنيشن؟ نمسح طيب الكلام ده الاول. تمام، نقول له هنا you are named مثلا named entity recognition. you are يعني هنا التعليمات اللي انا بديها له recognition. تمام، يعني ايه name entity recognition؟ فيما معناه ان انا مثلا بديله جمله ويطلع من الجمله دي الكلمات المهمه في الجمله والنوع بتاعها. فلنفرض مثلا كايرو از ذا كابيتال اوف ايجيبت. كايرو دي في الحاله دي مدينه، وايجيبت مثلا كونتري دوله. هي دي معنى النيم انتيتي ريكوجنيشن. برضو الابلكيشن ده ممكن نحتاجه في ايه؟ لو شخص مثلا معاه بي دي اف مثلا فيه ارقام تليفونات كتير، مثلا معاه مثلا السالري بتاع الموظفين، فهو اكيد مش هيدور في البي دي اف كلها عن اسم الشخص مثلا والسالري بتاعه ورقم تليفونه. لا في الحاله دي بنعمل مثلا موديل بالاي اي او ابلكيشن بالاي اي تدخله البي دي اف كله، وهو بيطلع لك بقى الاسم ورقم التليفون. اي حاجه انت عاوزها انت ممكن تحدد له، تقول له مثلا طلع لي رقم التليفون والاسم والسالري والكلام ده. انت بتحدد انت عاوز ايه بالظبط من الابلكيشن بتاعك. تمام، بقول له هنا نيم انتيتي ريكوجنيشن. فممكن مثلا ناخد مثال، اقول له هنا اد يوزر مسج. هقول له هنا مثلا ايه؟ ايلون ماسك is CEO of تسلا مثلا. يعني ايلون ماسك هو المدير التنفيذي لشركة تسلا. فنشوف بقى يعني ايه الكلام اللي هو يطلعه. فبيقول لي هنا I apologize there is a mistake in your statement the correct information is Elon Musk. يعني تمام، هو بيصحح لي الانبوت اللي انا دخلته. information is Elon Musk is the CEO of Tesla. طيب في الحالة دي هو ما فهمنيش أنا قصدي إيه، فممكن مثلا نغير البرومبت. هقول له هنا مثلا your job is to extract entities and mention its type and mention its type and mention the type. تمام، ونمسح بقى الإجابة بتاعته ونشوف مثلا. نقول له هنا إيلون ماسك، برضو نصحح الجملة لو فيها غلط مثلا أو حاجة. إيلون ماسك is the CEO of تسلا. تمام، ونشوف نعمل سبميت. تمام، طلعها مظبوط. قال لي هنا الانتيتيز هي ايلون ماسك، قال ان ده بيرسون. تمام، قال سي او ده تايتل او جوب تايتل يعني مسمى وظيفي.
قال لي ان تسلا دي كومباني، وبيقول لي هنا المنشنز هنا نفس الجمله ان ماسك از ذا سي او اوف تسلا. تمام، فهو كده عمل استخرج الانتيتيز مظبوطه، وقال لي النوع بتاعها. فهو ده المقصود بالنيم انتيتي ريكوجنيشن، ان هو بيخرج الكلمات المهمه من الجمله ويقول لك التعريف بتاعها ايه او الكلمه دي معناها ايه. فلو في مثلا رقم تليفون هيخرج رقم التليفون يقول لك ده رقم تليفون. لو في اسم مثلا هيقول لك ان ده اسم. لو في سالري هيقول لك السالري كذا والمبلغ كذا. فهو ده المقصود بالنيم انتيتي ريكوجنيشن. زي ما قلت لك برضو دي فكره من ضمن الافكار اللي ممكن نستخدمها ونعمل بيها ابلكيشن. تمام. نيجي بقى يعني ايه زيرو شوت ليرنينج وفيو شوت ليرنينج. شايف بقى الكلام اللي احنا عملناه ده هو ده يعتبر زيرو شوت ليرنينج. يعني ايه زيرو شوت ليرنينج؟ يعني احنا يعتبر ادينا تعليمات للموديل من غير ما نديله مثال. احنا لحد دلوقتي ما اديناش الموديل اي مثال. تمام، احنا بس ادينا له التعليمات دي وعلى طول دخلنا له انبوت واستناه يخرج الاوتبوت بتاعه. تمام، فده كده المقصود بالزيرو شوت ليرنينج. يعني ايه بقى الفيو شوت ليرنينج؟ الفيو شوت ليرنينج هو نفس الكلام بس هتزود مثال، او لقيت مثلا ان الزيرو شوت ليرنينج او البرومبت ده مش واضح او التعليمات بتاعته او الاجابه بتاعته مش واضحه، فهتضطر مثلا تديله مثال عشان توضح له الفكره اكتر. تمام، هنشوف برضو الكلام ده ازاي. ممكن برضو نستخدم نفس الجمله دي او نفس الشكل اللي معانا ده وعشان الفرق يبان معانا. تمام، ممكن مثلا نقول له هنا او نغير بقى في نظام الاجابه. تمام، نقول له هنا مثلا ايلون ماسك، ننقطها له مثلا نخليها له كده. تمام، ونقول له مثلا السي او ده تايتل بنفس النظام كده. تمام، وهنا مثلا برضو نفس الكلام. فانت هتشوف بقى الاجابه او الرد بتاعه في الاجابه الجايه. ممكن برضو نمسح المنشن دي. تمام، في الحاله دي يعتبر احنا ادينا له البرومبت بتاعنا او التعليمات بتاعتنا، بعد كده ادينا له رساله من اليوزر اللي هو ايلون ماسك از سي او اوف تسلا، وبعد كده ادينا له انتيتيز ومثال. تمام، المثال هو ان احنا ضفنا له مثلا الشكل ده ما بين الاسم نفسه والتايب بتاعه، هل هو بيرسون ولا وهكذا يعني. تمام، نعمل بقى اد مسج. تمام، او نديله بقى ايه سؤال جديد او انبوت جديد. نقول له مثلا ايه كايرو از ذا كابيتال مثلا اوف ايجيبت. كايرو از ذا كابيتال اوف ايجيبت. تمام، سي بس كابيتال كده ونشوف نعمل سبميت. فانا متوقع ان الاجابه هتكون بنفس الطريقه بالظبط اهو. بالظبط قال لي هنا للانتيتيز، قال لي هنا واحد كايرو بنفس النظام، يعني عمل بنفس الشكل كده. قال لي انها سيتي، وقال لي ان ايجيبت هي كونتري. فهو ده المقصود برضو بالفيو شوت ليرنينج، هو ان انا بديله شويه امثله بسيطه يتعلم منها. حتى بقى لو ما لقيتوش مثلا مش فاهم برضو المثال واحد، ممكن اديله مثال تاني وتالت ورابع وهكذا يعني. تمام، الفكره ان انا بظبطه على حسب دماغي. انا لقيت مثلا ان البرومبت ده مش نافع، في الحاله دي بديله مثال. لو المثال واحد مش نافع بديله مثال تاني وتالت وهكذا لحد ما يظبط معايا نظام الاجابه اللي انا محتاجها او طريقه الاجابه اللي انا محتاجها. الموضوع سهل جدا وبسيط يعني ما فيهوش اي تعقيد. تمام، نروح بس على اخر حاجه. يعني ايه برومبت؟ هو نفس النظام. شايف انت الكلمه بتاع السيستم ده او الجمله اللي بتدخل للسيستم ده، هو ده البرومبت. هو ده ببساطه البرومبت. الموضوع سهل جدا وبسيط. كلام بالانجلش عادي بندخله للموديل، بتبقى عباره عن شويه تعليمات او انستراكشنز كده، هو بيفهمها وبيقدر يتعامل معاها ويطلع الاجابه. هو ده المقصود ببرومبت وفيو شوت ليرنينج وزيرو شوت ليرنينج. الموضوع جدا سهل وبسيط يعني. ونشوف بقى الحاجات اللي في الجنب هنا. ده كده المودلز اللي احنا ممكن نستخدمها عندنا، يعني سواء مثلا جي بي تي 4 تيربو، او ده كده انواع الجي بي تي 4، وعندك الجي بي تي 3.5 تيربو في منهم انواع برضو. تمام، وده كده موديل انا كنت عملت له فاين تيون وهكذا يعني. شو مور مودلز، ده طبعا كل المودلز المتاحه تقدر تستخدمها. تمام، فطبعا يعني لو اخترت هنا مثلا الجي بي تي 4 في الحاله دي الاجابات اللي هتظهر هنا او قبل ما نعمل سبميت هتستخدم الجي بي تي 4. تمام، يعني هنا مثلا لو جيت عملت سبميت هيستخدم في الاجابه بتاعته او طريقه الرد بتاعته هيستخدم الموديل اللي هو الجي بي تي 4 اللي هو اقوى موديل موجود عنده. تمام، نيجي بقى عندنا حاجه مهمه اسمها التمبريتشر. التمبريتشر دي بيسموها كنترول الراندومنس او العشوائيه، بس انا يعني ممكن اعتبرها انها مستوى التأليف بتاع الموديل، او الموديل هيكون بيألف ولا مش بيألف. هو رقم بيتراوح من 0 لحد 2. تمام، الرقم ده اللي هو التمبريتشر ده بيتراوح من 0 حتى 2. تمام، طبعا ما يفضلش ان احنا نعمله 2 خالص، لان الموديل في الحاله دي هيكون بيألف بطريقه غبيه. تمام، وممكن ما يوصلش لنتائج كويسه، يعني ممكن يكون بيدور في مكان تاني احنا مش عاوزينه
او الاجابه بتاعته تكون مش مظبوطه او مش مناسبه ليه، فما يفضلش ان احنا نعملها 2. فيخليه دايما ما بين الصفر وما بين الواحد. الصفر ده ان هو بالظبط هيمشي على التعليمات اللي انت مديها له او الانستراكشنز اللي انت مديها له، ومش هيروح لا يمين ولا شمال. والواحد دي او كل ما الرقم ده يقرب من الواحد فمعنى كده ان مستوى ذكاء الموديل بيزيد او مستوى العشوائيه بيزيد. وممكن مثلا يزود كلام زياده، يعني لو ان مثلا الموديل بيطلع سطر في الاجابه او سطرين، لا ممكن يطلع 5 6، عمال يقلب بقى براحته، ما هو شغال بقى. تمام. ده كده مقصود بالكلمه بتاع التمبريتشر. في انواع مشاريع بنحتاج انها تكون صفر، احنا مش عاوزينه يقلب، وفي مشاريع بنحتاج ان احنا نرفع التمبريتشر دي شويه عشان ايه؟ يكون ذكي كفايه او يقدر يتعامل مع الانبوت اللي داخله. تمام. ماكسيمم لينس ده ممكن ده بيتكلم عن الانبوت اللي داخله او مدى الانبوت اللي داخله. هنا 265. الرقم ده ممكن نكبره نصغره براحتنا، يعني على حسب ما احنا عاوزين الانبوت يكون كام او الاوتبوت يكون كام. بس يعني كل المهم في الحوار ده هو التمبريتشر، هو ده اللي بيحدد لنا مستوى ذكاء الموديل. ستوب سيكونس دي يعني الكلمه اللي الموديل ممكن يقف عندها، يعني لو قلت له مثلا اكزيت ففي الحاله دي الموديل ممكن يقف، يعرف ان احنا وصلنا لنهايه الكونفرزيشن فخلاص يعني بنقف. فده كده ايه اهم الحاجات اللي في البلاي جراوند عندنا. عرفنا يعني ايه ازاي نكتب البرومبت، هو ده يعتبر البرومبت. وعرفنا يعني ايه فيو شوت ليرنينج، هو ان احنا بنديله شويه امثله بسيطه. وعرفنا يعني ايه زيرو شوت ليرنينج، هو ان احنا بس بنديله البرومبت او التعليمات من غير ما نديله امثله. تمام. وعرفنا يعني ايه سنتمنت اناليسيس، اللي هو بنحلل المشاعر، بنشوف الجمله اللي داخله له ايجابيه ولا سلبيه. وعرفنا النيم انتيتي كوجنيشن، اللي هو بيطلع الاسماء او الكلمات المهمه في الجمله ويعرفها لك. تمام. ونيجي بقى حاجه مهمه اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. خلاص مثلا احنا خلصنا الكلام ده وعاوزين بقى نعمل له انتجريت في الكود، او ان احنا نجيب الكود بتاع الكلام ده. شايف هنا هتلاقي عندك كلمه اسمها فيو كود. تمام. اول ما يضغط عليها بيظهر لك الكود للكلام اللي احنا عملناه ده كله. فانت اصلا مش محتاج ان انت تكتب كود او تحفظ كود، الموضوع سهل جدا وبسيط. هو الكلام انت بتختبره هنا وشفت النتائج بتاعته كويسه، بس تعمل هنا فيو كود ويظهر لك الكود براحتك زي ما انت عاوز. هنا اهو التمبريتشر اللي انا محددينها بره اهي 1.1%. تمام. وهنا بيقول لك هنا نوع الموديل اللي احنا برضو حددناه اللي هو بره. هنا هتلاقي جي بي دي 4 تيربو بريفيو. تمام. وهنا ده كده الرساله بتاع السيستم. تمام. هنا بيقول لك الرول ان هو بيحدد ده الكلام ده كان داخل السيستم. يو ار your job is to extract entities and mention the type. وهنا ده كده المثال اللي احنا دخلناه. اول مثال قلنا له ايلون ماسك از سي او اوف تسلا، ودي كده كانت الاجابه بتاعته، طريقه الاجابه بتاعته. وده كده اليوزر دخلناه برضو، ده كده كده. بعد كده يعني هو في الاول بيكون بس اجابه سيستم، او في الاول اول حاجه بنحددها بتكون سيستم. وبعد كده الرسائل اللي جايه كلها بتكون عباره عن يوزر واسيستنت. يعني اليوزر ده اللي هو الانبوت اللي احنا بندخله، والاسيستنت ده الاجابه بتاع الموديل اللي هو خرجها. تمام. يعني كل اللي جاي بيكون يوزر او اسيستنت. بس يعني يعتبر بقى بناخد الكود ده كوبي كده، بيبقى بلغه البايثون طبعا. بناخده كوبي ونحطه بقى ايه في المكان اللي بنكتب فيه الكود. احنا طبعا هنتعامل في القناه بتاعتنا مع يا اما فيجوال ستوديو كود، يا اما هنتعامل مع الجوجل كولاب، والاكتر بيكون الجوجل كولاب يعني. تمام. فده كده ملخص سريع للفيديو بتاعنا. تمام. الموضوع سهل جدا وبسيط يعني ما فيهوش اي تعقيد. ممكن بس نعمل هنا كلوز. فبس كده يعني ده كده يعتبر الملخص او نهايه الفيديو بتاعنا. ان شاء الله الفيديو الجاي هنعرف ازاي نعمل انتجريت للكود ده باستخدام البايثون في الجوجل كولاب. فان شاء الله الفيديو الجاي هيكون دسم جدا وفيه معلومات كويسه. وان شاء الله اعملوا لي سبسكرايب وفولو والحاجات الحلوه دي كلها، وانتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.